تفتكر الصراع ممكن يكون على إيه غير السلطة والكنوز؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مصر القديمة ما كانش الصراع مجرد حرب بالسيوف والسهام، كان في معركة أذكى وأعمق بكتير، معركة على حجر. أيوة، حجر، بس مش أي حجر، دي محاجر ترة، المكان اللي بيطلع منه الحجر الجيري الأبيض اللي بنى أعظم معابد الفراعنة. رمسيس وأحمس، اسمين من أتقل أسواق التاريخ، دخلوا في صراع محدش توقعه. السيطرة على محاجر ترة ما كانتش بس عشان يبنوا معابدهم، لأ، كانت عشان يمنعوا عدوهم من بناء معبده هو. كانت حرب استنزاف من نوع خاص، اللي يسيطر على المحاجر يسيطر على مستقبل العبادة والبناء في مصر كلها. رمسيس كان شايف إن المحاجر دي مش بس مصدر للحجر، دي حصون طبيعية، لو قدر يسيطر عليها هيبقى كأنه زرع بلعة في قلب أرض عدوه. وأحمس كان فاهم اللعبة كويس، كان عارف إن خسارة المحاجر دي معناها إن قوته ونفوذه هيتلاشوا مع الزمن. بدأت المناوشات على أطراف المحاجر، كل واحد فيهم كان بيبعت أفضل قواته عشان يفرض سيطرته. المعركة ما كانتش بس بالسلاح، كانت بالعقوز والتخطيط. كانوا بيقطعوا طرق الإمداد عن بعض ويعملوا كمين لفرق العمل اللي بتقطع الحجر. تخيل تكون في مكانهم، هتعمل إيه عشان تكسب الحرب دي؟ رمسيس قرر يعمل